مرحبا عيوني، شلونكم حبايبي؟ يا رب كلكم بخير. اللهم صل على محمد وآل محمد. اتمنى من الكل يعطونا لايكات وتشجيع. طبعا يقولون البامية ب30 و35، ما اعرف، المهم هاي اسعارها اللي سمعنا بيها. طبعا احنا اليوم مشتهين بامية، تعرفون بامية ايش قد طيبة هي اذا بالصيف او هيك اجواء من تكون شوية حارة. صراحة هنايا كانت عندنا بامية بالمجمدة، قلنا خلينا نسوي بامية على الفطور بما انه رمضان، والبامية سعرها ما شاء الله فعجبتنا. هو كل ممنوع مرغوب، مو هو ما ممنوع بس يعني كمثل. المهم حبايبي هنايا جينا سوينا طماطة مالتنا بهالشكل. الطماطة شلون اني اسويها بالصيف؟ هي من تكون رايجة يعني بيها مية هواية، ما تحتاج اخلي هيجي مية هالقد، لا بس من الشتاء تعرفون شوية طماطة تكون بيها قوة، مو كلش يعني رايجة، خليها بمي حار واقطعها واخليها ملح شوية واخليها على جهة لحد ما تذوب نفسها. المهم هنا حبايبي البامية طلعتها وغسلتها زين، وجبت ثوم اخذ كم فص من عنده. هنا مثل ما تشوفون كتكوتي بوراي كوكي وياي ايش ما نسوي. طبعا هنا تقريبا ساعة بالوحدة هيك بلشت بالفطور، لانه عندي طلع على اساس اروح المول قريب علي، كانت محتاجة غراض تعرفون بنهاية الفيديو شو محتاجة كنت. عفوا. هنا الطماطة عصرتها واكيد اضيف لها المعجون، وهنا خليت مي التمن، أنا أسوي تمن بازل كلكم تعرفون. وهناك جدر للبامية، حمست البامية ويا الثوم حمسة بسيطة، ما أضيف مي لأن تعرفون البامية اللي تكون مالت المجمدة ما تحتاج مي، مو مثل البامية اللي تكون تازة جديدة تحتاج شوية مي حتى نفورها وبعدين نضيف مي ومعجون. هنا ما نحتاج مي، فقط نضيف المي والمعجون والملح. وإذا تحبون فلفل حار فريش أو فلفل حار أنتم يبسينه، أنا عندي فلفل حار ميبسته، إذا تحبون تضيفون للنكهة شوية تعطي حرورة طيبة. هنا بعد ما خلصت البامية طبقت كل شيء وخليت مي تمن على النار، اجيت حتى اسوي اللقيمات والبامية الشكرية او الداطلي. طبعا هنا هاي من اساسياتنا كل يوم نسويها، يعني عندنا ما عندنا غير حلويات لازم نسوي هاي، لان ابو ايمن كلش يحبها فاسويها له. واحنا هماتنا البامية الشكرية خاف اسم وسط دا اسوي طبخ واحكي وياكم امن تجي الفيديو. هنا سويت حلاوة التمر، هاي هماتين عندنا من اساسيات السفرة. اي حلو نسوي لازم نسوي لقيمات ونسوي التمر. هنا عندي الخضروات وعندي سويت ثريد لانه هي البامية ما تحلى اذا مو بالثريد زين. وغسلنا المواعين بعد الفطور، طبعا ورا ما نصلي قصدي نفطر لازم نغسل المواعين وبعدين نروح صلاتنا، هي صلاة العشاء وصلاة تراويح وهالسوالف زين. هاي لازم الكل يسوى اكيد، يعني اللي عندهم هذا الشيء يمشون عليه متعودين. تعرفون لازم ام البيت ما تاخذ راحة بعد الفطور ولا قبل الفطور. يلا الحمد لله والشكر، المهم الاجر. هنا نكمل. طبعا شوفوا هاي ما ادري نبوء ليش طلع لي مالت القطعة مالت البيتزا. عندها هواية وهاي الشغلات ما اعرف شو اسوي بالخبز كيف تلعب. المهم اني من النوع اللي مو دائما اقيد اطفالي صراحة، يعني اتعصب بس مو دائما، اوقات يعني من فدنا وبنضغط علي اتعصب، بس اني مو من النوع اللي اضغط عليهم، فخليهم براحتهم شي يسوون خلي يسوون لان بيت ابوهم. فالمهم هاي شنو هذا الحرف الاس طلع لي. المهم هنا صار عندي لازم اغسل السنك، هو السنك فحرف اس. المهم حبيباتي كملت. اكمل كل السنك اغسله، هذه يعني شلون نقول روتين يومي، الجدار والسنك والبور وكل تاع حنفيه وكل شي لازم اني اغسل الخلاط، فيعني كليتن لازم اغسلن وانظف. هنايا قلت لكم كنت طالعه على المول حتى بعدني ما نازعه العبايه مالتي او الصاية، فرحنا اني وابو ايمن جبنا غلاف او لزقة تغليف للميز، كلش شكله ما عاجبني، فقلت لابو ايمن اني كلش ما عاجبني زين فلازم نروح نبدله. قال لي تمام يلا امشي خلينا نروح لحد ما الاولاد بالدوام. هناك رحنا اشترينا هذا المنخل،
طبعا كان عندي منخل بس شنو أموني الله يحفظه ما أعرف لاعب بي وشاقة. المهم يلا مو مشكلة، فدوة إله بالمال ولا بالعيال. أنا من يعني أشياء تكون بالمال أو شي يتعوض ما أهتم نهائيا، زين فدوة إلهم. بس إذا لا سامح الله بشر لا والله. المهم حبيباتي هنا بدينا نمسح بمكان الميز. طبعا أنا أصلا كنت ماسحته بس رجعت عليه مسحة ثانية لأنه هو لازم يكون نظيف كلش حتى يلزق. وصراحة هاي قلت لكم نظفته بس شلون أقول لكم للتأكيد. وهنا بلشت أسوي بيه، أخذ قياس حتى أستنجد بالمساعد مالتي. طبعا هنا الأولاد بالدوام بس أنا وأبو أيمن وكوكي بالبيت. هسه هنا أخذنا القياس وصحته، قلت له تعال وياي لأنه أنا ما أقدر وحدي. ويقول لي لاش تقدرين تسوي؟ هنا نضحك ونسولف. أوكي إذا أنت مو موجود وش ما أقدر أسوي. فعلا معتمدة عليه صراحة، لأنه شلون تقولون مثل الطفل اللي اعتمد أول يوم على أمه وأبوه، أنا هيك اعتمدت عليه فما أقدر أسوي شي بدونه. هو إيده ويا إيدي بهيك الشغلات مالت البيت خاصة. وأكثر الأحيان يعني آخذ رأيه بسوالف لازم يعني ذوقه يكون وياي. هنا كوكي واقف ليشوف ايش دا تسوي. هنا كملنا كل شيء. بديت أنا بالأطراف، جبت المقص مالتي حتى طبعا أدور على مقص ثاني ما لقيت، قلت يلا بمقص المطبخ هو نظيف أصلا ما بي شي. فهنا بلشت أرتب الجوانب مالته. أحلى ما بالموضوع الميز تغير، صار شي ثاني وفعلا صار حلو يعني كلش حلو. يعني ذاك كان فدنه مو حلو. هسه بهالشكل كملنا وصار الميز مالتي مثل ما أنا أريد. والألوان بيجوزي وبيبيجي طبعا مثل لون الكراسي، وإن شاء الله ناوي الكراسي أغير بيهم شغلات مالتينا بحيل الله، بس مو هسه مو بوقت الحالي لا، لأن عندي مشروع تغيير ثاني بالبيت. فإن شاء الله من أسوي تغيير ويا الكراسي مالت الميز. هسه هنا بعد ما هاي هو نظيف أكيد تعرفون إحنا جبناه جديد من المول، بس لازم أمسح وأعقم حتى يعني أتأكد من نظافة المكان. يعني أنا صاحبة أطفال، وحتى إذا مو صاحبة أطفال لنفسي. فهنا نظفته كليته زاهي، خليت زاهي ونظفته وصار بهالشكل هذا، وصار شي كلش حلو. شوفوا هذا الكتكوتي لهنايا بس يلعب لو طوبه دا يلعب بيها، صار هيج صار كلش حلو. طبعا الأطفال تفاجئوا بي من رجعوا ماما هاي شلون وهاي شو وقت رحتي؟ قلت لهم ماما من أخذناكم رحنا. وهنا صارت شكل السفرة مالتنا، وعلينا وعلى عيونكم بألف عافية. طبعا أحلى شي من العائلة التم. طبعا هنا أنا مطلعة بماعون واحد وهم مطلعين يعني الضياف مخلين هنا. أقول لكم مع ألف سلامة.